الانتحار هو الحل؟ انت شايفة كده؟ بتعاني من جوزك، من ولادك، من اهل جوزك، حتى من ضغوطات الحياة الكتيرة اللي ملهاش اول من اخر. عليكي التزامات، عليكي فلوس، عليكي جمعيات، عليكي ديون، عليكي اكل وشرب وحاجات كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى. هل الحل الانتحار؟ انت شايفة كده ان انت هترتاحي وخلاص ريحتي دماغك؟ لا والله خالص، مش ترتاحي خالص. دي بداية لعذاب كبير وجديد من نوع تاني خالص. وانا في الفيديو ده مش هتكلم عن عقوبة الانتحار خالص، هتكلم عن سبب الانتحار. وكلنا في الايام اللي فاتت عرفنا وشفنا بعيوننا قصة مؤلمة جدا 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 وحزينة قوي، ومهما اتكلمت عنها مش هوصف قد ايه الشخصية دي اتعذبت وعانت في حياتها كتير. وللأسف الشديد ان مش هي دي بس الضحية، بل في كل بيت مصري اصيل واحدة زي بسنت سليمان. فعلا ممكن انت تكوني بسنت، وممكن غيرك يكون بسنت، وممكن في كل بيت مصري اصيل واحدة زي بسنت، لكن ساكتة وصبرة وبتعاني وبتدفع تمن الضغوط النفسية اللي بتمر بيها كل يوم من صحتها ونفسيتها وشبابها وعمرها اللي بيعدي ومعاناتها، وبتدفع من حرقة أعصابها لحد ما ده كله بيتحول لأمراض مزمنة ملهاش علاج، بل بتوصل بيها الحال الأمراض المزمنة دي إن هي توصل لسرطانات، توصل لأورام خبيثة في المخ وحاجات ملهاش علاج، وفي الآخر بيكون نهايتها ونتيجتها الموت. بتموت بدل المرة آلاف المرات، دنيا وآخرة. طب ده كله ايه سببه؟ ليه بيوصل بينا الحال لكده؟ ليه بنقعد نكيد في بعض ونضايق في بعض ونأذي في بعض علشان في الآخر واحدة يهون عليها نفسها وعمرها وشبابها وولادها وتنهي حياتها في لمح البصر؟